القصص الغريبة، حبيت اشارك معاكم القصة ديت عشان هي فعلا غريبة وفي نفس الوقت ضحكتني. بس خلينا كده قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، عايز اعرف رأيك في المحتوى بتاعي، فلو المحتوى عجبك حط لايك، ولو ما عجبكش حط ديسلايك، وقول لي السبب تحت في الكومنتات، عشان دوت بيساعدني كتير في ان انا اطور المحتوى بتاعي عشان اقدر اقدم لكم الحاجة اللي بتحبوها. معلش بقى طولت عليكم وخلينا نبدأ. انا جيت. زي ما قلت لك ما بين كل القصص الغريبة، اخترت لك القصة ديت عشان فعلا هي غريبة وضحكتني، وهي قصة وفاة الملك الكسندر الأول. ده غير الاسكندر الأكبر عشان ده حمادة وده حمادة تاني خالص. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. وكان الملك اللي احنا بنتكلم عنه دوت ملك على اليونان بعد ما ورث الحكم من أبوه سنة 1917 تقريبا. في يوم من الأيام الملك كان قاعد زهقان كده، فحب يتمشى شوية مع الكلب بتاعه. فعلا الملك أخد الكلب بتاعه وراح عشان يتمشى، ودخلوا غابة كده وقعدوا يتمشوا فيها شوية لحد ما الكلب بتاعه شاف قرد يسكت لأ يروح ويتخانق معاه. انا عملت ايه؟ انا عملت ايه الله؟ لكن الملك حاول يفصل ما بين القرد والكلب، لكن من حظ الملك النحس في قرد تاني شافه وافتكر إن الملك والكلب بيضربوا القرد ده. القرد كأنه في منطقة شعبية، راح لم بقى القرود عشان يضربوا الملك والكلب بتاعه. مين اللي عمل في كده يا انت؟ مين انت؟ فعلا القرود ديت هجمت على الملك والكلب، ووسط الخناقة كده في قرد من القرود ديت عض الملك في ايده، والعض ديت كانت كبيرة مش حاجة بسيطة يعني، لدرجة ان الملك قعد 10 ايام على السرير ما يتحركش. ده في ايه؟ دلوقتي يا جماعه الحقير اللي واقف قدامكم ده طلع في التلفزيون وقال على نفسه انه بطل من ابطال اكتوبر، وقال عليا ان انا اسرائيلي عشان عضته في ايده. انا بقى عضته في حته تانية خالص يا جماعه، هنشوفها كلنا مع بعض دلوقتي. اتفضلوا معايا. صور بقى العشرة الجديدة بربع جنيه. التصوير بس. وبعد كده الملك يموت. الملك مات بسبب عضة قرد، يعني يا ريته ما خرج، ودي تبقى أسوأ خروجة للملك في حياته بقى، الله يرحمه. وبس كده تكون خلصت حكايتنا الصغيرة النهاردة، ولو عندك حكاية جديدة قولي تحت في الكومنتات، ولو حابب موضوع معين نتكلم عنه قولي تحت برضه في الكومنتات. أكيد مش هتنسى اللايك والشير، ولو ديت أول مرة تشوفني متنساش تشترك.